بيقولوا وراها الهرمونات. ودايما بنقول ان الاسترس بيبوظ هرمون الست. ايه العلاقه؟ هل فعلا الاسترس كلنا فاهمين ده بس جاي منين؟ ايه العلاقه بين الاسترس والهرمونز والهرمونال دومينانس والهرمونال امبالانس؟ حدوته الهرمونات هنبدا فيها مع الدكتوره جاكلين، بس هنحكي الاول حكايه اميره. اميره ست في سننا تقريبا، عندها 48 سنه، غيرت مكانها، سافرت من بلد لبلد، وبدات تلاحظ انها بتتخن من غير ما يحصل اي تغيير في حياتها، وبدات تلاحظ كمان ان رجلها بتورم لدرجه انها سابت بتوع النساء وسابت بتوع التغذيه وراحت لبتوع القلب، فكروا ان ممكن يكون عندها مشكله في القلب. حكايه اميره هي الهرمونال امبالانسز، ودكتوره جاكلين هتحكي لنا بقى حدوته الهرمونات من الاول. هو ليه الستات بيتقال عليهم ان هم هبه وعندهم مشكله في الهرمونات؟ سامعيني؟ الستات فعلا هم مش مفهومين، ده طبيعي، بس when it come to hormones هو فعلا it's really complex علميا وفسيولوجيا. الست ده يعبر عن كمية الهرمونال كومبلكس بتاعها. تخيلوا لو حاجة واحدة بس باظت قد ايه هيبوظ، عكس الراجل on و off. هو في حاجات ولكن مش زي الست ابدا. احنا كدكاتره نساء دايما كنا فاكرين ان التفكير القديم بتاعنا علاقه الهرمونات ببعض والبرين هو فيدباك رايح فيدباك جاي، ده الاولد ثينكينج. ولكن الحقيقه دلوقتي العلم بيقدم لنا مجموعه متكامله متشابكه من الانتر اكشنز مع بعض. ليفر، برين، اوفرز، انسولين، اميون سيستم، ادرينالز، حاجات كتيره جدا بتعمل بالظبط زي الفاير وورز، ونت لو هي على طول بابا هتلاقي كله انفجر. بعد ال 35 لازم نفكر كويس قوي ان الست دي مش عشان هي في قمه شبابها فان هي كويسه ومستعده انها تخلف وبس، ودي مهمتها. فعلا الستات بعد ال 35 لازم نفكر كويس قوي لما تيجي واحده تشتكي بحاجات معينه، زي مثلا هتقول لك انا خلصانه، انا مش قادره، انا عندي مشاكل في النوم، انا عندي مشكلتي، انا دلوقتي وزني مش فاهمه سبب ان هو بيزيد، الفات ديستريبيوشن ما كانش كده، عندي فات اراوند البلي، اراوند الهيب، الحاجات دي كلها ما تعديش علينا، انا ليه مقريفه. عندنا الاستروجين والبروجسترون عاملين بالظبط زي رقصه الحياه او رقصه التانجو، اتس تيك تو تو تانجو. الاستروجين والبروجسترون بيعملوا بالانس لطيف وديليكت بالانس ما بينهم، والاثنين مهمين قوي لبعض. طيب ايه الاسباب غير ان في هرمونال بالانس؟ لازم ندور كويس قوي على الروت كوزز، زي مثلا عندنا الجيناتيك طبعا، الدايت بتاعها شغال ازاي، الالرجيز والانتوليرنس، عندنا التوكسينز، حاجه مثلا زي الهرمونال ديسرابتورز اللي احنا مش بناخد بالنا منها في حياتنا، البلاستيك والمعطرات والحاجات دي كلها، والهيدن سورسز زي البيرسونال كير برودكت الشابات كلهم دلوقتي، السكين كير والميك اب، حتى الميه الحنفيه نفسها. حضراتكم طبعا احسن عارفين بالتايب اوف استروجين اللي هي من 1 to 4، ولكن في حاجات جنبها اوتسايد ذا بودي لازم ناخد بالنا منها قوي، وهي دي اللي بتعمل استروجين دومينانس، زي الفايتو استروجين في حاجات في الطبيعيه في البلانتس، السنسيتك استروجين اللي هي زينو استروجين في البرودكت اللي احنا قلنا عليها، اهم بقى حاجه تخص حضراتكم كدكاتره نساء الاورال كونتراسبتيف بيلز. الاستروجين في الاورال كونتراسبتيف بيلز بيأكت تيبيكالي لايك زينو استروجين، فبيعمل استروجين دومينانس. يعني احنا فهمنا دلوقتي ليه الستات حياتهم ملخبطه، ليه عندهم سيمبتومز مش متفسره وبالتالي مش متقدره، ودي يمكن اهم مسج عايزين نوصلها في السيشن دي. we need to validate البيشنت سافرنج، ان كل الاعراض اللي كانت عند اميره دي وراها 1000 سبب احنا اللي مش شاطرين ومش عارفين ندور عليه، مش بس هرمونال امبالانس. في عجاله سريعه عايزين نفهم حته الاستروجين دومينانس from our point of view as functional medicine. ايه اللي بيخلي الاستروجين يدومينيت وبالتالي هذه الست حياتها متلخبط كده؟ احنا عندنا تو سيناريوز، يا اما الاستروجين فعلا يزيد
انه علاقته الهستامين والاستروجين الاثنين بيشتغلوا مع بعض، فيحصل ان كل واحد يزود الثاني، وكل واحد اعراضه تأوجمنت اعراض الثاني، او يبقى عندي مشكله في الليفر. فالديتوكسيفيكيشن بتاع الديتوكس بتاع عمليه الديتوكس في الاستروجين بتحصل في الليفر، واحنا عندنا something wrong في الليفر بالذات لما يكون فاتي او الزينو استروجين زي ما شرحت دكتور جاكلين. وما ننساش الكورتيزول، علشان احنا عندنا حاجه مهمه جدا اسمها كورتيزول ستيل فينومينا. يعني ايه؟ يعني ظاهره الكورتيزول الحرامي. اي حد اندر ستريس ليل ونهار بيفرز كورتيزول، هو بياخد من الماده الخام اللي بنعمل منها اشياء اخرى، على راسها البروجستيرون بيقل، وده لوحده بيعمل انسولين ريزيستنس، وده لوحده بيزود الاروماتيز وبيزود الاستروجين، واخيرا جينيتك. يعني احنا عندنا 5 اسباب ورا السيناريو الاولاني ليه الاستروجين يزيد عند واحده ست. السيناريو الثاني انه لا، هو الاستروجين ما زادش ولا حاجه، ولكن البروجستيرون هو اللي وقع بزياده، فابارنتلي الاستروجين بقى فرانك، او هو المتسيد الموقف او مهيمن، ووراه تاني هيكون الكرونيك ستريس اللي هي عيشتنا كلنا، او الدروب اللي بيحصل مع البيريمينوبوز، لانه صحيح الاثنين بيقعوا، لكن البروجستيرون بيقع اكتر بكتير، يمكن 75% اكتر، مش زي الاستروجين اللي بيقع 35%. واخيرا في عندنا سنسيتيفيتي في بعض الستات، عشان كده كل ست غير الثانيه. ده اكتر طريقتين نقدر نفهم فيهم لخبطه الهرمونات اللي بتيجي عند الستات. لكن هنا في مسج مهمه قوي في السلايد دي عايزه اقولها، انه الامر يستغرق وقت. الست هتيجي تعاني في اواخر الثلاثينات، والديستربنس هيبقى مانيفستد في اواخر الثلاثينات بالاعراض اللي عند اميره، لكن القصه بدات بدري جدا، لان احنا بناخد وقت كبير عشان يحصل انيشال اكسبوجر لكل الفاكتورز اللي قالها لنا دكتور جاكلين، وبناخد وقت اكتر عشان يحصل اكوميليشن وبيلد اب للتوكسينز دي مينلي في الفات سيلز، وبعد كده يبدا يحصل الاكسبوجر والمانيفستيشن. عشان كده مهم قوي نعرف كيف نبحث عن الهرمونات. طالما احنا عرفنا انها ممكن تكون السبب في لخفنه حياه الستات، جزء من الاهتمام عندنا وعندكم لازم يروح ماذا نقيس. احنا لما بنقيس البلاد تيست احنا الحقيقه بنقيس الباوند هرمون، وده شاطر قوي مع الثايرويد لكن مش شاطر مع الباقي. لكن في السلايفا احنا بنقيس الفري هرمونز اللي هي الاكتف حقيقي، عشان كده لما بنحب ندور على الكورتيزول بنقيسه بالسلايفا، شاطر قوي مع الادرينال. اليورين بندور على الميتابولايتس، وده شاطر قوي في الاستروجين باثويز بس. انما طبعا لو انت عايز تعرف على وجه الدقه ماذا يحدث في هذه السيده من الهرمونات، مفيش قدامك غير الداتش تيست اللي هو بيقيس الدرايد هرمونز في اليورين عشان تاخد كومبريهنسيف فيو. طبعا غالي وطبعا مش موجود، ولكن لازم نقول ان هو ده حل. هنا بقى هيجي نقطه خلاف، انه احنا لما بنشوف الدنيا متلخبطه كده فكرنا غير فكركم، في سواء في المرض ده او في غيره. هتلاقوا دايما من الحلول الاطروحات اللي بتطرحوها علاج الاورال كونتراسيبتيف بيلز، اساس انه الهرمونز متلخبطه نوقف وندي من بره. انا مش هتكلم في الحته دي، انا هسيب جاكلين تتكلم، لانها زي ما شفتوا كده دبل ايجنت، شي واز جاينيكولوجيست معتزله وتابت الحمد لله، وحاليا هي نيوتريشنست. قولنا بقى ما رايك من وجهه النظر الاخرى، الاورال كونتراسيبتيف بيلز لماذا ليست حلا لاميره ولاي ست عندها هرمونال امبالانس؟ الحقيقه انا شفتها فعلا في الناحيتين، يعني واحنا بنشتغل كنساء وكتغذيه. انا هبتدي ان انا شفتها تغذيه ازاي، ان البنت او الست جايه الدكتور وصف لي الاورال كونتراسيبتيف علشان انا عندي لخبطه، علشان انا عندي استروجين، هي طبعا مش بتقول استروجين دومينانس بس، وات ايفر، بي سي او، اندوميتريوزس، وات ايفر. المشكله في ايه؟ ان البنت دي بتيجي انا منفخه، انا مودي زي الزفت، انا عماله بدخن، انا ما بنامش. طب ليه؟ الهرمون الامبالانس بيزيد عندها، لان انا عملت ماسكينج للهرمون الامبالانس اللي هو اساسي عندها. انا بريحها شويه، سيمتوماتيك تريتمنت، بريحها من الوجع، بريحها من لخبطه الدوره، ولكن انا بعمل حاجات ثانيه، فلازم افكر كويس قوي و100 مره قبل ما اديها الحل ده. ادور على اللي كل اللي الدكتور دعاء قالته هو ايه اصله واحله، لان الفيسينايل استرادايول اللي في الاورال كونتراسيبتيف بيلز ده بيعمل لي هو نفسه استروجين دومينانس، وبيقلل لي الانترنال
نفكر فيها مليون مره قبل ما نوصفها للعيان. طيب ايه الحل؟ الكي سيتنج ذا ريشيو. طب انا هست الريشيو ازاي؟ احنا عارفين ان الريشيو الطبيعيه ما بين البروجسترون تو استروجين هي 200 ل1. طيب احنا قلنا ان كل ست مختلفه تماما عن الثانيه، حتى كمان في البالانس ان بتوين التو هرمونز اللي احنا بنشبههم بالفيجن بير زي الحمام بالظبط. الاستروجين ملاصق، وزي ما قلنا في التانجو هما الاثنين يمشوا سينكرونايزد مع بعض بس بانديفيدوال ريشيو للبنت دي او الست دي عشان يعمل لي البالانس المظبوط بالظبط. من ضمن الحاجات الحلول بقى كنيوتريشن عندنا طبعا الكاستمايز ميل بلان للعيانه دي واللايف ستايل موديفيكيشن. انا هديها هرمونال سبورتنج فود. ايه هو السوبر فود بالنسبه لي؟ الكروسيفريس فيجيتابلز رائعه في الهرمونال بالانس. السيدز، وفي نظريه بتقول ان في حاجه اسمها سيد سايكلينج، ان في سيدز معينه بتشتغل في الفوليكولار فيز وفي سيدز معينه بتشتغل على البالانس في الليتيال فيز. البيريز طبعا من اهم الانتي اوكسيدنتس. الليفي جرينز بتسبلاي بقى طبعا المينرالز اللي هي اوريدي ناقصاها. طيب دلوقتي احنا سمعنا حكايه اميره، ويمكن حكايه اميره اطول حكايه لان كل الحكايات فيها الهرمونال امبالانس وتحديدا الاستروجين دومينانس. عايزه اقول انه احنا كطب وظيفي من اهم الحاجات اللي بنعملها جنبا الى جنب مع اللايف ستايل موديفيكيشن ان احنا بنكتب سبلمنتس وبنقول ان السبلمنتس هو البديل للبولي فارماسي. فانا عايزه اناقش معاكم بس اشهر سبلمنتس قد تستخدم في علاج هذا الموضوع. الدم، لانه برضو بيجي من الكروسيفرس فيجيتابلز اللي قالت لنا عليها دكتور جاكلين، بيساعد على بروموت هيلثي استروجين ميتابوليزم، وزيه الاندول 3 كاربونول. الحاجات دي يمكن مش موجوده في مصر قوي لكن هتتوجد، لكن عيانينا بيجيبوها بره وبيسالونا عليها. الميلاتونين هنا بيستخدم از انتي انفلاماتوري اند انتي اوكسيدنت، لان اللي ورا الهرمونال ديستربنس از روت كوز كان الانفلاميشن. نفس القصه الكالسيوم جلوكورليت علشان خاطر الميتابوليزم، وساعات بنستخدم الميثايليتد بي فيتامين لان ستايل از انتي اند بروبر ميثايليشن. قبل ما اختم حكايه اميره، الحكايه الاولى اهم كلمه في اميره ان اميره محتاجه التعاون بين دكتور النساء والدكتور اللي بياخد باله من اللايف ستايل بتاعها، ومحتاجه هي كمان تكون مصدقه نفسها وبتفاليديت هير سفرنج. مش معنى ان انت فوق ال 35 انه طبيعي انه هرموناتك تشقلب حياتك. معاناه الستات لا يجب ان تكون مجانيه ولا يجب ان تكون لا تسمع بمجرد انها خلاص اتجوزت وخلفت وما بقاش عندها مشاكل انفيرتيليتي ادت الوظيفه خلاص تضرب راسها في الحيط زي ما هنشوف في بقيه الحكايات. دي كانت اهم مسج. عايزه اقول انه لو هنتكلم عن التولز الحقيقيه اللي ممكن اساعد بيها اميره، 30% بس تحسن هيجي مع تشينج في الدايت، 60% لو كان عندها توكسين اوفرلود وانا حسنته، 45% لو اشتغلت على الستريس، 90% لو انا حطيت الحاجات دي كلها مع بعض. لكن للامانه الحل الحقيقي اللي هي تستحقه ان الهرمونال ابنورماليتيز دي بالذات لو وراها ديفيشنسي ان انا اعوضها بالبايو ايدنتيكال هرمونال ريبليسمنت ثيرابي. ده الفيوتشر وده المستقبل وده اللي نستحقه. موضوع كبير جدا والكلام فيه كتير جدا مش هينفع نتكلم عليه هنا، لكن برضه ما اقدرش احكي الحكايه وما اقولش ان هو ده الحل.